أنا فهمته للعريس إن الزواج مسؤولية، رح ينفتح عليه 10 بخوش بالحياة والذهبات جاهزين. خلص إذا هيك حمل البضاعة بكرة. مبروك، بس تأكد منها إذا مستعمل يا أخي. أنو كل خرا هلا قدام العالم. ليش هيك قال عصام؟ دير بالك يكون مستعمل. معقول آكلها هو؟ لا مو معقول. شو بدي بهالشغلة هلا؟ أنا خليني بجوازتي أحسن. ايه شو بكون هيك فايتين علي؟ ابن اختك يا عقيد عم يشتري منا بالدين وعلى اسمه. ايه والله يا عقيد، اخذ خبزات على اسمك واخذ كمان تياب من عند اب بلبص واخذ بطيخ وموز من عند اب مرزوق. العمل عصب حياته ما اكل هيك فواكه، هلا على حظي بدي اكل. تعرف تركب عليه؟ لا شو هو عقيد؟ لك على الميتور، بدي ابعتك مشوار على الميتور. جاهز؟ انا جاهز، بدي ابعتك تجيب لي مصاري. مو عيب؟ العقيد ما بده مصاري، العقيد اذا شخ على الارض بيطلع مصاري. انت طلب مني وشوف. العقيد اذا عنده ابن اخت عصب ياكل خرا. كيفك مبزوق؟ اهلين. بقول لك العقيد لا تدين معتز، بعد شو صار عليه 1,000,000 ليرة. صباح الخير يا خرا. اهلين خالي. الله حي الخال، كيفك؟ كلمتين ورد غطاهن. ليش عم تدين على اسمي؟ لا يا خالي الله يسامحك، مو انت قلت لي تكاليف العفس علي وانا قلت اجيب غلط. حبيبي انا قلت لك تكاليف العفس علي، مو تكسي طيقك حسابي. لا يا خال الله يسامحك. يا خرا ما عاد معي مصاري، مبارد دينت. خالي هي الجوازة يعني. اشتريت غراضك مو ناقصك شي؟ لا والله يا خالي، ناقصني لسه كلاسين وشيالات. تخيل يا خال، لما عم بخرى بدي غير تيابي عم حط كيس خيش مطرح الكلسون والشيال كنت مستأجرهم من عبده، اخذهم مني قال خلص اجارهم وما معي ادفع له اجار شهر. مشتريت فواكه، ليش ما اشتريت كلاسين؟ بعدين قد ايه قصدي؟ شي 38. ليش؟ ايه خلص تمام، معناها اليوم مسبت مبلغ عندي بتاخذ 4 كلاسين وشيالين. ما صار زمان، ما صار غير 6 شهور، انا ما بلبسهم هدول غير على مزارع ومسابح. بتدبر حالك خالي. ماشي ان شاء الله خالي. يلا روح بقى العفس ساعتين دوبك تحلق. السلام عليكم. العريس معتر وحالته حالة. حياته ما أكل لحمة وبلبس من البالة. والقديش دفع 50 ذهبة وطايرة الفالة. أخذوا مستعمل مفكره وكالة. ومن الجوع رح ياكلوا حشيش. ضحكوا عليه ب50 ذهبة للقديش. واخذوا مستعمل هالدرويش. يلا يا شباب يلا شن قليلة راح يتخارف هاي الليلة، هالجوازة مو من ماله، ريتو يلعب بخاله، فاتت البعصة كلها فيه، وخاله التاني يلعب فيه. ان شاء الله الف مبروك حبيبتي، بس قبل كل شي بدي اسالك سؤال. الله يبارك فيك ابن عمي، وانت بتؤمر ما بتسأل. حبيبتي هلا انت بتخري مثلنا؟ ليش هالسؤال حبيبي؟ حبيبتي مجرد سؤال، جاوبينا عليه رجاء. يعني انت بتفوت على التواليت بتخري بيطلع لك ريحه، تضرطي فص بتفسي مثلنا يعني ولا شلون؟ ايه ابن عمي، بفوت بخرة وبطلع ريحة مثلكم. مازالك مثلنا. ليش اهلك طلبوا 50 ذهبة؟ ولا ليكون حضرتك وارد اوروبي؟ هبزلي حبايب القلب، الله يسعد لي اياكم جميعا. اللي وصل هاي النقطة معناها مبسوط ومفرفش بالمقطع، معناها لا تنسى تحط لنا لايك وتعليق للفيديو مشان يطلع المقطع. الجمعة نزلت لكم الجزء الاول وهذا اليوم الجزء الثاني، ومثل المقطع الاول متى ما وصل لعدد كافي من الدعم بنزل الجزء الثالث. والله يسعد الجميع وما تواخذون على الاطالة وتضلكم بخير. سلام زلي. بالله حطوا لنا لايك ولو والله عم نتعب وناكل